المقبول الحسن الثاني الله يرحمه على الشعب كامل يتم رشور المسير الخضر. حق الشعب كامل لب النداء. معنى ذا عن ما خالق حرب ولا خالق سلاح، ما خالق ما هم مغازل وقاعدين ترابهم وقلبهم ملان من حب هذا الوطن. وفي 6 نوفمبر 1975 اللي هيتحرك الوطن من جميع القرى وجميع المدن 350,000 من العلايات والرجاله والشيب والتركه مادين متحمشين رافدين المصحف ورافدين الرايه الحمراء وصوره الملك تحت الشعار الخالد الله الوطن الملك، باش يكتبوا تاريخهم وتاريخ اجدادهم. حق بالك 350,000 واحد ووحده كانوا فرحانين فرحه اطم هي الفرحه اللي شايفها على ظهر الوجاه. اما كاع خوتهم الصحراويين فرحانين اكثر منهم، بهم لا يجبروا خوتهم ويستقبلوهم احسن استقبال. يا والدي احنا رايتهم قاعدين نتنبه. نقوموا نتلقاو خوتنا واحبابنا جايين في المسيره الخضراء ونعدوا الاستقبال يعود زين. يوقف فيه النهار ويوقف فيه الساعه مباركه، اللي ما يقتلني انا وولادي، اللي شفت اولادنا وبناتنا كامل في بلاد واحد تحت سماء واحده ورايه واحده. يا رب رانا حامدينك، يا رب رانا حامدينك، يا رب رانا حامدينك وشاكرينك على هذا النهار. يا مولانا ولي ترحم الشهداء اللي ضحوا من اجل الوطن، يا كان العود موحد من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. اللهم امين يا ابويا، الله يرحمهم اجمعين ويجعل مأواهم الجنه. بنتك بعد لي راهي فرحانه حتى فيها لا تشغرش منها، لا تشغر اهلها ودمها. هاك بعد بنتي الله الله صلحتي بينو احنا واهل الشمال عندي تراب سياني من جاي الكويره. يا وصل اسمك بتلقاني تعالي جايه مان الله ماشي بتاع الصح عنك ماشيه مالك رافده شي ميت لا ما هو معروف انه يا بنتي. ولا تهنى يا والدي تهنى يا والدي. ايوه انت تعرفي يا الصحراء تبارك الله ما شاء الله اهل الجود والكرم على البراني ايش قال كاع مع خوتها القبائل كامله فاتحه خيامها ومعدة لهم استقبال على زي الحجه. ايوه حب القصه كلها هذه انتوها معاكم ولا تعقلوا. يا الله مشوا يا الله يا ابويا يا داسه ابناتنا ولادنا احنا فرحانين واللي خليناهم فرحانين فرحانين فينا وبأرضنا اللي رجعت لينا. وخالتي شافوا اليوم تطلق لكم في السلام، وامي فاطمه قلداتني في تقليدها وقالت لي هاد الزواج الحر فاش وصلت اول مرة صحراويه عطيت لها وصحيتها ونحيتها هاكي وتستاهلي تستاهلي تستاهلي مرحبا كبيره ولا هي صغيره. مرحبا بيكم مرحبا بالجماعه التاجر وليس العاليه ما فيناش قويين جات معانا شريفه. انا شريفه من زفيلان زي وجايبه معايا العاد الصرفاء يلفوا النداء السلطان مولاي الحسن الثاني. سلام وسلام. ضيف الله وماكم ضياف شوفوا هذا التراب اصل مرحبا وسهلا بكم. وش راكم بعد على الطريق؟ الله يحفظكم الله يحفظكم ويعلم اهل الصحه. وبالنسبه للبلاد لا تنفتشي احنا من اجمل ما تحركينيش بلادنا كل شيء هون. والله الا مرحبا وسهلا بكم مرحبا وسهلا بكم كاملين. مرحبا مرحبا وسهلا مرحبا. وقول لي يا سلام الصحراء مرحبا
الصومالي هي قرية شعراء الشعر نعرفوا حنا الصحراء البيضاء. اسمع يا اخو راك قاعد ساكن فوق وتكلم قلنا الشعر عندك شنو عندك يا هذا الرجل؟ قول لهم شي حاجه قول. لا قلت لك تجيك كاع الحسني نادي لسانك يا صح. فرحية أرض بلادي أرضك سمحة وتفرح. تراثنا لازم يكمل بمسيرة خضراء، مسيرة أمة وشعب ولاد وناس. شعارها سلم وحب والغالي سعدات. شبيل عزيز لا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. طريق تيزنيت الداخل من أكبر المشاريع في المغرب، يربط الشمال بالجنوب، فتح أبواب جديدة للتجارة، طريق آمنة وسريعة تسهل التنقل بين المدن. هذا المشروع أعطى دفعة كبيرة للاقتصاد في الأقاليم الجنوبية. النقل عاد أسهل والمبادلات زادت. هذا الطريق شريان الحياة ورمز الوطن واحد موحد من الشمال إلى الجنوب. لا يعود من بين أكبر الموانئ في أفريقيا، ولا يسهل التصدير والتجارة مع القارات. هذا الميناء ما هو إلا بوابة بحرية، هذا قلب اقتصادي، لا هي يخدم التنمية في الجنوب ولا هي يخلق فرص شغل. أصبح في المحيط المتصل، عدل محطات للتصفية، ياك يزود الناس والفلاحة. بفضل هاي المشاريع ازدهرت المدن والأرض عادت خضراء عقب منين كانت قاحلة. الماء اليوم هو سر الحياة في الجنوب ودليل على ذكاء وإرادة المغاربة. الجنوب اليوم عاد مركز للطاقة النظيفة، وهذا كان فضل مشاريع الهيدروجين الأخضر، استغلال الشمس والرياح لإنتاج طاقة مستدامة. هذه الثورة الخضراء اللي عدنا للمغرب تاريخيا ثقافيا واقتصاديا، وهذا كان من فضل المشاريع المشتركة.